فضيلة الشيخ نقول القصة. حاضر. قصة جميلة قوي وفيها دعاء رائع جدا يجمع خير الدنيا والآخرة. القصة دي قصة صحابي جميل قوي، كتير من الناس ربما لا يعرفونه. اسمه جليبيب. جليبيب، جيم لام ي ب ي ب. جليبيب. بالظبط، جليبيب. جليبيب ده كان من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. شكلا يعني اللون الأسمر، يعني ايه، فيما يرى الناس انه مش شكل جميل، وكان فقير جدا، وكان من اهل الصفه. اهل الصفه دول اللي هم بيقعدوا في اسفل، يعني في اخر المسجد، ليس عنده شيء، فقير جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان سبب انه امتن عليه ببيت صغير كده، اوضه. وبعدين بيقول لسيدنا رسول الله، بيقول له: يا جليبيب اتزوجت؟ اتجوزت؟ فسيدنا جليبيب قال له: ومن يزوج جليبيبا؟ مين هيجوز جليبيب؟ يعني ده فقير قوي وشكلا. فقال له: اذهب الى بيت فلان من الانصار، رضي الله عن الانصار واهل المدينه، يا رب يبارك فيهم. امين يا رب. شوف الرقي بقى. فراح جليبيب خبط على الباب، فالراجل فتح الباب: السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا جليبيب. قال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يخطب ابنتك. فالراجل افتكر إن الرسول اللي هيتجوز مين؟ أيوه. بنته جميلة وحسب ونسب، حاجة كده رائعة قوي يعني. فالراجل قال له: نعم ونعمة عين. يعني إيه ده؟ يعني على العين والراس. فجليبيب قال له: ليس لرسول الله. قال: فلمن؟ قال: لجليبيب. قال له: أشاور أمها. يعني طالما جت بقى لجليبيب يبقى اخد رأي، انما لو كان على الرسول فيبقى طبعا. فاذا كان على جليبيب يبقى لا، لازم اخد رأي الام يعني. فدخل لامها قال لها: رسول الله ارسل يخطب ابنتنا. قالت: نعم ونعمة عين. قال: ليس لرسول الله. قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب. قالت: لا ازوج جليبيبا. ده جليبيب يعني تمام. فالبنت سمع الحوار، بنت مؤمنة وتقية. قالت لأبيها وأمها: من أرسل يخطبني؟ قالوا: الرسول. قال: أتردان أمر رسول الله؟ البنت بتقول لأمهم، للأب والأم يعني: أتردان أمر رسول الله؟ والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلي بالك من الجملة: ادفعاني إلى رسول الله وربي لا يضيعني. فجاء خارج الراجل قال له: موافقين. راح جليبيب أخبر سيدنا النبي بكل الحوار. الصلاة والسلام. فسيدنا النبي في الوقت ده رفع إيديه للسماء ودعا للبنت دعوة عجيبة، يا ريت كلنا نحفظها وندعو بها لنفسنا ولأولادنا ولأحبابنا. إيه هي بقى؟ اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. الله. دعوة رائعة طبعا. اللهم احفظ، اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. سيدنا النبي عقد العقد، وجليبيب اتجوز مين؟ البنت. والبنت انتقلت إلى بيت جليبيب. جليبيب ذاهب إلى عروسه، سمع: يا خيل الله اركبي. يا خيل الله اركبي يعني يلا للجهاد. طيب لسه ما وصلش بيته، يذهب إلى عروسه ولا يرجع يروح للجهاد؟ تمام. مش عارف بقى الواحد لو مكانه هيقول سمع ولا لا. هيعمل انه ما سمعش. ما سمعتش وهكمل. لا، جه راجع من وسط الطريق وخارج مع سيدنا رسول الله في الجهاد. دخل المعركة، خلصت المعركة، انتصر المسلمون. الصحابة بيبحثوا بعد انتهاء المعركة عن الشهداء، فبيفتكروا الناس الكبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تفقدون؟ تفقدون من؟ بتدوروا على مين؟ فده يقول فلان وده يقول فلان. فالرسول قال: وأنا أفقد جليبيبا. فين جليبيب؟ دايما الكبير بيبقى عينه على الضعيف، صح. دايما القائد بيبقى عينه على الصغير. أنا أفقد جليبيب، أين هو؟ ابحثوا عن جليبيب. فجعل الصحابة يبحثون عن جليبيب،
فوجدوه في الشهداء ووشه عليه رمل، يعني استشهد ونال الشهادة قبل أن يرى عروسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من المنزلة اللي جاية دي، ما فيش واحد من الصحابة إلا وتمنى أن يكون مكان جليبيب. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد على الرمل، وجا واخد رأس جليبيب وضعها في حجره وبدأ يمسح له الرمل من على وجهه. كل واحد من الصحابة يتمنى أن يكون مكان جليبيب شهيد والرسول اللي واخده في حجره. ثم جاء رافع إيديه إلى السماء سيدنا النبي وقال: جليبيب مني وأنا من جليبيب، اللهم ارض عن جليبيب فإني عنه راض. كل واحد من الصحابة يقول تمنينا أن نكون مكان جليبيب. طب إيه سر حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليه قوي كده؟ لأنه كان من المخلصين وكان من الصادقين، وسيدنا النبي كمان بيعلمنا إن الضعيف أمير الركب، ويعلمنا إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. سيدنا النبي بيعلمنا إزاي نجبر الخاطر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي نطبطب على الغلبان. ده معلومة مهمة. دي قصة حلوة قوي 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 وعظيمة قوي قوي جدا قوي. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم خلى أبو بكر وعمر بيحفروا له القبر، وجاء نازل سيدنا النبي في قبره وقال: دليا لي أخاكما. وسيدنا النبي أخذه بيده ودفنه بإيده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للبنت بقى، شوفي جليبيب ومنزلته العظيمة. نرجع للبنت. البنت مجرد ما انتهت العدة بقى الخطاب طابور على بيتها، مش كده وبس، من أكثر أهل المدينة مالا ومن أكثر أهل المدينة صدقة في سبيل الله رب العالمين ببركة دعوة سيدنا النبي: اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. الله.